مرحبا. لساتني جديدة مستحية منكن، يعني لسه ما قدرت أخذ وش عليكن، هيك حاسة حالي لازم أكون كتير آدمية. بكرة بناخد وش على بعض. حاسة كتير صعب إني أعرف عن حالي، ما بحب أعرف عن حالي مع الأسف، بس لازم أعرف عن حالي. هذا فيديو تعريفي. أنا قمر من سوريا، من الشام، مصممة أزياء ناشئة أو نامية مثل ما بيقولوا. حلمي إني وصل تصميمي للعالم ويكون إلي براند، ويكون في إلي هيك اسم لتصميم الأزياء، أقدر شارك معلومات، أقدر شارك أفكار، أقدر يكون إلي بصمة يعني بعالم الفاشن والموضة. حبيت أعمل هاي القناة كرمال أتساعد أنا وياكم ونكبر مع بعض. قبل 3 سنين من اليوم كنت عم فكر إني أدخل عالم تصميم الأزياء، بس كنت عم واجه صعوبة بهذا الموضوع، خصوصي إنه ما في عندي أي مؤهلات وأي ماديات ولا أي شيء، ما كنت بعرف شيء عن جد ولا أي شيء بتصميم الأزياء. ولحديت اليوم وبعد ما درست هذا المجال على 3 سنين وإساتني بشوف إنه أنا يعني ناقصني كثير أشياء، بس مع هيك أنا بقدر شارككم الجزء البسيط اللي أنا تعلمته. رح نتعلم أنا وياكم مع بعض. ما بدي اياكم تشوفوني كصانعة محتوى أو كمصممة أزياء، بدي اياكم تشوفوني كصديقة، كبنت عندها حلم وحابة تساعد غيرها كمان. أنا متأكدة إنه كلياتنا رح ننجح مع بعض، ومتأكدة أي بنت بتفيد بنت بتعليق أو بكومنت كلياتنا رح نستفاد. هاي القناة رح تكون مختصة بكل شيء له علاقة بالفاشن، من تصميم لرسم لبترون لتنسيق لصنع كولكشن مودبون، نختار مشاهير أنا وياكم مع بعض، ننسق لهم تياب، نعمل لهم كولكشنات. رح نكون هيك فريق كتير حلو، أنا متأكدة من هذا الشيء. أنا كتير متأملة بهاي القناة وكتير متأملة بهذا المحتوى، لأنه بحس هذا أكتر شيء بيشبهني، هذا أكتر شيء بقدر أكون فيه أنا، يعني حقيقة بدون ما أكون مغلفة بقوالب تانية. وإن شاء الله رح ننجح مع بعض. بدي اياكم أي بنت حابة تبدأ بأي مجال تبدأ فيه، ما تخافي، صدقيني إذا ما نجحتي فيه فأنت بتكوني كسبتي خبرة، بتكوني أخذتي شرف إنك جربتي، شرف التجربة بيقولوا له. بس إذا أنت ضليتك خايفة وقاعدة، صدقيني حيضل بنفسك تعملي كتير أشياء. لهيك ادخلي بأي مجال أنت بتحبيه، وإذا كان عندك لو بس هلقت فكرة صغيرة إنك تدخلي المجال، ادخلي. هاي أنا إن شاء الله أكون قدرت أعرف عن حالي صح بالطريقة الصح، مع أنه بعرف أنه ما في طريقة صح لحتى حدا يعرف عن حاله، بس حاولت. ومثل ما أنا استجمعت ثقتي اليوم فتحت الكاميرا وقلت إني أنا رح أعمل هذا المحتوى، بدي إياكم أن تستجمعوا ثقتكم وتكملوا بالطريق حتى لو كان صعب. الصعوبة مو لأنكم ضعفاء، الصعوبة لأنه الطريق صعب، ولأنه الطريق أساساً جديد عليكم، لسه عقلكم ما أعرف عليه ولا على الخطوات. وصدقوني الاستمرارية والرسم المتواصل والأفكار مع مرور الوقت بتبلشوا تلاقوا إنه هي حقيقة ملموسة، مو مجرد خيال. بما أنكم تعرفتوا علي وفتحنا القناة، فينا نقول باسم ربي البدايات، نبدأ. سلام.